أنا لبنى، عندي 27 سنة، مدرسة لغة إنجليزية في مدرسة خاصة، متجوزة من 4 سنين من رجل أعمال مشهور عنده شركة عقارات ضخمة، وهو أكبر مني ب7 سنين. جوزي كان مأسرني في قصر صغير ومدلعني بكل حاجة مادية أطلبها، بس قسوته العاطفية وانشغاله الدايم بشغله سابوا جوايا فراغ كبير قوي. الفراغ ده خلى حازم حب القديم أيام الجامعة يرجع يتسلسل لحياتي من تاني بعد ما ظروفه انعدلت وبقى يقابلني سر. في الأول الموضوع بدأ بمكالمات فيديو طويلة بالليل وأنا لوحدي في البيت، كلام جريء وتفاصيل أشعلت النيران في قلبي وخلتني أنسى كل حدود. حازم ما كانش بيكتفي بالكلام وبقى يزن عليا لحد ما استدرجني أول مرة وخرجنا في عربية صاحبه الإزاز الأسود المظلم، وهناك في الكنبة اللي ورا مسك إيدي وباسها بشغف جنوني وحط إيده ورا ظهري وضمني ليه بقوة، وأنا ما بين الخوف من الفضيحة وبين نشوة اللحظة. الموضوع متوقفش عند العربية، الكارثة الحقيقية بدأت لما حازم أجر مخزن قديم بعيد عن عيون الناس، وفي أوضة صغيرة بسرير متهالك ومروحة بتعمل صوت مزعج. هناك في قمة العزلة سقطت كل الحواجز. كنت بروح له بعد المدرسة بأعذار واهية وإجازات مضروبة. في الأوضة دي كان بيتعامل معايا كأني ملكه لوحده. تفاصيل اللقاءات بقت أجرأ بكتير، لمساته الجريئة في كل شبر في جسمي، وأوضاعنا اللي تجاوزت كل خط أحمر، لحد ما كنت بحس إني بنهج وتعبة ومش قادرة أوقف نفسي. كنت بدوب في حضنه وأنسى تماما إن ليا بيت واسمه راجل تاني. دلوقتي وأنا قاعدة على السرير لوحدي وجوزي نايم جنبي وهو غارق في أمانه، ضميري بيشحن سكاكين ويطعني. بقيت متأكدة إن السكة دي نهايتها دمار وفضيحة ملهاش أول من آخر. أنا دمرت كل معاني الأمان والخيانة بتأكل في روحي كل يوم. مش عارفة أخلص من سحر حازم ولا عارفة أنظف نفسي من الغلط اللي بقيت عايشة فيه. يا ترى إيه النهاية اللي استاهلها بعد كل اللي عملته؟